مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. كيف نحافظ على فراخ الباجي في التربية الجماعية؟ تابعونا. عند تربية الطيور الباجي خلال التربية الجماعية، أنا أربي طيوري في هذا المقطع تربية جماعية خارج الأقفاص وتربية فردية داخل الأقفاص. نلاحظ في التربية الجماعية الفراخ عندما تكبر خلال فترة التفريخ أكثر الفراخ تتساقط من العش إلى الأرض. يجب الانتباه لهذه الفراخ لأنها سوف تموت من الجوع، فيجب أما إعادتها إلى العشاش أو وضع الحبوب والأكل لهم في الأرض حتى يستطيعوا أن يأكلوا. نلاحظ أن الفراخ بدأت بأكل الحبوب، وبهذه الطريقة سوف نحمي الفراخ من الموت. نلاحظ أن أكثر الفراخ بدأت بأكل الحبوب. نلاحظ هذا الفرخ، ونلاحظ أن بعض الفراخ تستطيع الطيران والبعض الآخر لا يستطيع الطيران، فيجب الحذر في هذه النقطة. ونلاحظ أن الطيور الكبيرة تأكل والطيور الصغيرة تتعلم الأكل عندما تشاهد الطيور الكبيرة تأكل.